ب10 جنيه، 10 جنيه بس هتعملي أحلى مكدوس. المكدوس السريع، المكدوس ده يا ولاد من المخللات الشامية. الشوام عليهم شوية مخللات جميلة، أو مكدوس الليمون، وفي مكدوس البتنجان. حاجات حلوة أوي. هنعمل مكدوس الليمون ده حلو بقى. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب، هينفعكم بقى في رمضان للسحور، لطبق الفول بتاع السحور. جميل جدا. تاخدي معلقة كده تحطيها على طبق الفول، حاجة جميلة قوي. ومن الحاجات الحلوة اللي بتقوي المناعة، وهيعجبك جدا. وهو سريع وبيتعمل، وممكن تاكليه على فكرة في نفس اليوم. يعني تاكلي منه في نفس اليوم، وسهل جدا، وطريقته سهلة وبسيطة وسريع جدا. المهم تدوسي لي لايك وتعلقي لي تعليق حلو من فضلكم. شيروا كتير ولايك كتير، خلي الفيديو يترفع. بصي يا ستي، هتجيبي الليمون بتاعك، ليمون قضايا كيلو وربع ب10 جنيه. يعني طبعا مش هنعمل ليمون ابو 60 جنيه كيلو، الليمون البلدي بتاعنا العادي، لا، الليمون القضايا ده مال الدنيا. كيلو وربع ب10، وكمان في منه كمان ارخص كمان من كده. بس هتقطعيه زي ما انت شايفة كده، والمية بتاعتك تكون غليت. واول ما المية تغلي، انزلي بيه في المية وسيبيه 10 دقايق في النار يغلي. 10 دقايق بس، وتطفي عليه. وفي ال10 دقايق ده هتجيبي الفلفل بتاعك، حامي او رومي احمر، تخرطيه قطع صغيرة زي ما انت شايفة كده، وجزراية تكوني بشراها. بس كده خلاص. عايزاه سبايسي، كتري الفلفل الحامي الاحمر. مش عايزاه سبايسي، يبقى فلفل رومي احمر. بعد ال10 دقايق اهو، هننشله بقى من المية بتاعته زي ما انت شايفة. وخدي بالك ان هو بينزل لما بيتسلق كده، بينزل البذر بتاعه كله في المية. يعني لو لقيتي بذر قليل خالص، يبقى شيليه كده علشان ما تضربيهوش في الكبة ويمرر معاكي يعني. بس هنلمه كله كده تاني ونحطه في الكبة. آه هو والفلفل، ونضربهم اجروشيهم كده. يعني ايه، ما تضربيهوش وتخليه ناعم، ما يبقاش يعني ما ينعمش منك، لا، يبقى حتت صغنونة كده، حتت صغيرة. بس كده خلاص. هتحطيه وتحطي الفلفل ويتضرب كده مع بعض. المكدوس ده من الحاجات الجميلة جدا على فكرة، وهيعجبك، لذيذ يعني. حتى جربي في كيلو كده وشوفي، ولو عجبك يبقى اعملي كيلو تاني. وتشيليه بقى في برطمان، تشيليه في علبة في التلاجة، تسحبي منه. كل ما تعملي شوية فول حطي منه كده، او يتغمس منه، حلو قوي قوي. بس خلاص. وممكن تروحي حاطه كده نص كوبايه من ميه السليق عشان تسهل ضرب الليمون معاكي. اضربي بقى كده ضربتين 3، يا دوب تجروشيه كده بس. وهننزليه في الطبق بقى، وهتضيفي له الجزر اللي انتي بشراه، وشويه معلقه كبيره من حبه البركه، على معلقه من العصفر، على معلقة كبيرة من الملح اهو، شايفة. وقلب قلب قلب بقى كده كله على بعض. وبعدين روحي حطاله نص فنجان زيت. بس كده خلصت الشغلانة. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. سهل وبسيط جدا، ما فيهوش اي حاجة على فكرة. ال الإضاءة مخليه فاتح خالص، انما هو يعني لونه محمر شوية، محمر عن كده يعني. جميل جدا، روعة. يلا بقى نقول الدعاء بتاعنا الجميل بتاع سيدنا الخضر، اللي بيملى بيوتنا ايه خير وبركة ورزق وستر من عند ربنا. ربنا يسترني ويستركم دايما يا رب العالمين. اللهم امين. وكل عام وانتم بخير، رمضان كريم. اللهم بلغنا رمضان واحنا في احسن حال. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير الا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء الا الله. بسم الله ما شاء الله، ما بنا من نعمه فمن عند الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم دمها علينا نعمه يا رب، واحفظها من الزوال، واسترها معانا دنيا واخره. وكفينا شر المرض، وكفينا شر الاذيه، وكفينا شر المستخبي، وكفينا شر الوحش كله يا رب العالمين. وافتحها في وشنا، وارزقنا برزق عيالنا، وارزقنا برهم، واسترهم واكرمهم واجبرهم. وكفيهم شر المرض، وكفيهم شر طريقهم، وكفيهم شر صاحب السوء، وكفيهم شر المستخبي، وكفيهم شر الوحش كله يا رب العالمين. واجعل لهم في كل خطوة سلامة، واكتب لهم في الطيب نصيب. آمين 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 يا رب العالمين. قولوا آمين يا أولاد، قولوا لي آمين. آمين يا رب.